عاوزة تعملي كحك العيد ويطلع معاكي مظبوط من اول مرة، والكحكاية تكون مرتفعة زي ما انت شايفاها كده، وكمان الحشوة بتاعتها تكون موجودة في النص وما بتطلعش من الجوانب. هقولك ازاي تعملي كحك العيد بالطريقة الصحيحة وكمان يظبط معاكي من اول مرة. انا عملت قبل كده الكحك على القناة هنا على السخن، والمرة دي هنعمله على البارد. تابعي معايا الفيديو لحد الاخر. معايا انا عامله المقدار اللي في الفيديو ده 2 كيلو من الدقيق. طبعا حطيت عليه معلقتين من السكر و سكر البودر، وثلاث معالق من السمسم المحمص، معلقتين من بهارات الكحك، طبعا معلقتين صغيرين. واللي في الازازه دي اسمها روح الكحك او الموز، بتكون موجوده عند العطار، هحط منها ازازه. بعد كده بقى هنحط هنجيب كوبايه من الحليب، وهنحط عليها كيس فانيليا. طبعا ممكن تستخدموا اي نوع فانيليا انتوا تحبوه، حتى لو هي اللي هي الازايز دي. بعد كده حطيت معلقه صغيره من الخميره ما تكونش ممسوحه قوي، ومعلقه صغيره يعني ممسوحه من البيكنج باودر. ما نكترش يا جماعه، علشان الحاجات دي ممكن هي تكون يعني هي هتكون السبب في ان الكحك يفرش منك في الفرن، وكمان ممكن تفتت العجينه منك، ما تخليهاش متماسكه. قلبت المكونات الجافه دي على بعضها. معايا هنا بقى السمنه اللي هنحطها على الكحك. ده نص كيلو من السمنه السايحه. طبعا يا جماعه السمنه دي مش سخنه، انا يا دوبك يعني انا طلعتها من التلاجة وفكيتها كده على النار، لكن ما سخنتهاش ولا قدحتها. وهحط كمان نص كيلو من السمنه اللي طلعتها دي طالعه من التلاجة، يعني ما هياش مجمده، كنت مطلعاها يعني من الصبح واخر النهار اشتغلت في الكحك. تمام. هقلب بقى السمنه دي مع الكحك طبعا، واحنا بنقلب كده اقول لكم على شويه ملاحظات. بالنسبة للدقيق اللي هتستخدميه للكحك هيكون استخراج 72%، وما يكونش نسبة البروتين فيه عالية قوي. تاني حاجة، بالنسبة للعجينة أهم حاجة إن احنا نبسها على إيدينا كده ونفركها علشان ندخل كل المكونات مع بعضها. والطريقة ديت مهمة جدا، يعني الخطوة دي مهمة جدا علشان الكحك يطلع ناجح معانا. بعد ما بسينا العجينة هنزل بالمكونات السائلة اللي احنا جهزناها مع بعض، اللي هي فيها المواد الرافعة. طبعا ما نزلتش بكل الكمية مرة واحدة، أنا بنزل وبعد كده بعجن. بعد كده بنزل بنص الكمية التانية وبعجن برضو. طبعا بشوف لازم في كل مرة بعجن لحد ما اشوف قوام العجينة معايا. طبعا انا هزود مية. بالنسبة بقى للكحك هيتعجن بمية او بلبن، فلو انت عاملة كمية كبيرة جدا بلاش تحطي لبن، حطي مية، علشان بعد فترة من ان الكحك بيبقى موجود عندك الكحك ريحته بتغير بسبب وجود اللبن، فمن الاحسن تعجنيه بمية. انا عملت ميكس ما بين المية والحليب علشان انا عاملة كمية قليلة، فانا لقيت العجينه يابسه معايا، فحطيت كمان كوبايه من الميه، وهبدا ان انا اعجنه كويس جدا. اهم حاجه يا جماعه يعني تخدموا العجينه كويس في العجن، علشان دي اهم خطوه في نجاح الكحك. تمام. انا هنا العجينه خلاص لمت معايا وبقت مرنه كده في العجن وبتتعجن كويس. هبدا بقى ان انا اديلها اخر خطوه في العجن، اعجنها كويس جدا. بعد كده بقى هنشوفها طبعا تعرفي العجينه ناجحه ولا لا. تاخدي حته عجينه صغيره كده في ايدك وتحاولي ان انت يعني ايه تكوريها كأنك بتعمليها كحكاية بالظبط، وتضغطي عليها يعني تضغطي عليها. لو لقيتيها شققت من الجوانب يبقى الكحكاية لسه محتاجة سوائل. تمام. طبعا احنا يعني انا هكتب لكم النسب المظبوطه للكحك في صندوق الوصف. جبت كيس بلاستيك وحطيته علشان الكحك ما ينشفش. بالنسبة للحشوة بقى بجيب اللي هو الملبن، بحط عليه معلقة من السمنة البلدي، أي نوع سمنة انتوا تفضلوه، وحطيت معلقة من الحليب وعجنته. طبعا ممكن تحطي سمسم، ممكن تحطي كمان اي قرفة، اي حاجة انت تحبيها في الحشوة. ممكن تحشي كمان دي العجمية. ممكن تحشي بعجوة. تمام. بعد كده هكور الحشوة. طبعا لازم تكوريها يعني تجهزيها جنبك، علشان يعني ايه تشتغلي على طول. تمام. هتعمليها قطع صغيرة جدا على قد مقاس الكحكاية اللي انت بتعمليها، وطبعا الكحكاية ما تبقاش كبيرة قوي. ولو حابة يعني اعمليها تكون وسط، يعني ما تكونش لا كبيرة قوي قوي ولا صغيرة قوي. لو حابة تعمليها صغيرة ماشي مفيش مشكلة، بس بلاش الكحكاية تكون كبيرة قوي. تمام. علشان يعني في التسوية ما يبقاش معجن من جوه، يعني لما اعملي المقاس المظبوط. تمام. انا كده هبدأ ان انا اكور الحشوة. عملتها كلها علشان اشتغل على طول. بعد كده بقى هجيب عجينة صغيرة كده، وابدأ ان انا اعمل لها تجويف من جوه. وطبعا زي ما انتم شايفين العجينة ما بتشققش معايا خالص، ما شاء الله طرية جدا وسهلة. هحط حتة حشوة كده من اللي انا عملتها، وهبدأ ان انا اكورها على ايدي. طبعا مش بكورها كتير قوي علشان الحشوة ما تتوهش في العجينة، تفضل محتفظة ان هي تكون في نص الكحكاية. تمام.
يعني بلاش ان انت تلفي او يعني تكوريها على ايدك بعد ما تحطي الحشوه. انت اهم حاجه تقفليها كويس زي ما انت شايفاها كده، وتدي لها يعني ايه، تدي لها تكويره كده على ايدك علشان ما العجميه ما تروحش في العجينه، تفضل محتفظه بقوامها ان هي تكون في النص. تمام. طبعا انت لو هتعملي كيلو من الدقيق للكحك هتحطي 500 جرام من السمنه السايحه. طبعا يا جماعه انا هحط لكم المقادير كلها في صندوق الوصف، وهحط لكم كل حاجه. طبعا ان شاء الله هنعمل كمان هنزل لكم كمان يومين كده فيديو البسكوت على ما اكون عملته. دي طبعا النقشه التقليديه القديمه، ودي انا بحبها جدا بصراحه. وعملت برضو النقشه اللي هي بالبصمه بتاعه الكحك. طبعا انت النقشه اللي هي القديمه دي ما بتضغطيش الكحكايه قوي، لكن البصمه بتحاول ان انت تضغطي الكحكايه شويه عن النقشه التانية علشان تفضل محتفظه بشكلها. طبعا هدخله هكون مسخنه الفرن قبلها، انا عاملاه في الفرن اللي هو الغاز. مسخنه الفرن قبلها، بس مش بسخن الفرن قوي، وبوطيه جدا من تحت ومن فوق علشان الكحك ياخد وقته في التسويه وما يكونش معجن من جوه. يعني انا الفرن هنا كان عالي، كنت لسه بسخنه، فبعدها وطيته خالص من تحت ومن فوق، واتعمل براحته، خد لون حلو، وكمان من جوه كان مستوي جدا، والكحكايه دايبه وجميله جدا. زائد ان الحشوه زي ما انت شايفه كده، الحشوه جوه الكحكه يعني ما كرملتش ولا طلعت من الجوانب ولا تاهت في العجينه، محتفظه بشكلها جوه الكحكايه. وكمان الكحكه مرتفعه، يعني اللي هو ايه، مرتفعه، ما هياش فرشه في الفرن، بسبب ان احنا ما حطيناش المواد الرافعه كتير، ما كترناهاش قوي، حطينا النسب المظبوطه. زي ما انتم شايفين كده الكحكه فيها تجويف من جوه، وكمان العجميه باينه، ويعني جوه الكحكايه. امشي على الطريقه دي وبجد هتعملي انجح طريقه للكحك.